خلي أمانك هو الله سبحانه وتعالى، مش أمانك الناس ولا أمانك الحالة اللي أنت عايشة فيها. فالحالة الشعورية جدا مهمة، مشاعرك طوال الوقت اللي تشغل بالك جدا مهمة. ما تجعلي أساس يومك القلق والتوتر إيش يصير بكرة. حاولي قد ما تقدري إنك تفكي التعلق، وما يتفك التعلق من غير ذكر، وما يتفك التعلق من غير ختمات متتالية، وما ينفك التعلق من غير تكرار سورة البقرة. وأنا أديكم من الآخر، لا تبحثوا عن حلول خارج ذكر الله لإصلاح حياتنا. حياتنا كلها فيها الظلام، فيها الخوف، فيها التعلق. يا محمد أنا شايفة سؤالك بس أنا شايفة كلامك بس ماني عارفة إيش بتقول. كرر سؤالك عشان يبان عندي، عشان ما أقعد أبحث عنه. فالفكرة فين؟ إنه أنا لابد يكون عندي تركيز. ليش أنا عندي شعور غير جيد؟ أنت نيتك مثلا أنت إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك، نيتك مثلا بدأت شهر رمضان، نيتك الصيام، ونيتك الأجر من عند الله، ونيتك الصحة، ونيتك الرشاقة مثلا، ونيتك أو زيادة الوزن، أي شيء تحطي النوايا اللي تبغيها. بس شعور القلق مسيطر عليكي، شعور الخوف من بكرة يسيطر عليكي. نفس سؤالك يا ثقتي بالله، انت تقولي الافكار السلبيه تعبتني. انا الكلام اللي انا بقوله جواب لسؤالك حبيبتي. الله سبحانه وتعالى اعطانا الوسيله اللي انا اوصل فيها للاستقرار النفسي والطمانينه. ولذكر الله اكبر، ولذكر الله اكبر. الله سبحانه وتعالى قال لك ذكري اكبر من كل شيء، اكبر من همك، اكبر من حزنك، اكبر من قلقك، اكبر من توترك، اكبر من كل شيء. بس نحن مشكلتنا تفكيرنا كله شيطاني. ليه؟ لانه نحن سمحنا انه الريموت كنترول الخاص فينا، جهاز التحكم الخاص فينا، سلمناه للشياطين. كيف انا اسلم جهاز التحكم الخاص فيا للشيطان؟ لما انا اغتاب انا سلمت جهاز التحكم للشيطان. لما انا اسب واشتم، يعني سبحان الله يعني حتى الناس اللي ما اعرفهم طالع في صوره لوحده مثلا هي لابسه ولا قالعه، انت مالك شغل، ليش تسبيها؟ ليش تتكلمي معاها؟ ليش يعني تتكلمي معاها بهذا الاسلوب؟ مهما كان الله حيحاسبك. شايفة أسئلتك يا حبيبتي اللي أرسلت لي في التليجرام؟ أرسل سؤالك حيبين سؤالك عندي على طول. فالفكرة فين؟ الفكرة إنه مجرد شعورك الغير جيد سببه إنه في شيطان متحكم في مشاعرك. حبيبتي أنت مش وحيدة، أنت شيطانك مسيطر عليك لأنك أنت ريموتك الكنترول أو جهاز التحكم الخاص فيك سلمتيه للشيطان، لأنك أنت طوال الوقت تظني انه لازم يجي احد يساعدك، او لازم احد يطبطب عليك، او لازم احد يقول لك ايوه انت شاطره، ايوه اليوم صليتي. لا حبيبتي، ما تنتظري احد يصفق لك، ولا تنتظري احد يقول لك انت ممتازه كملي. لا، حتلاقي محبطين، حتلاقي الناس يمكن يشتموكي، يمكن يؤذوكي، يمكن يحاولوا يخلوكي انت في اسفل سافلين. لكن تستعيني بالله، الله اعطاك الحل. الحل في كتاب الله، لا تبحثي عن حل.